جرائم القتل والغاز كبيرة وخطيرة ولا يصدقها العقل. نتحدث عن جريمة قتل شابة تونسية بالخارج، والمادة التي قتلت بها هي مجهولة للساعة هذه، أو ربما تكون مادة مجهولة أو حتى مادة غريبة، وهي ليست من الأسلحة التقليدية ولا الحديثة للقيام بالتصفيات الجسدية وجرائم القتل. عافينا وعافيكم الله. سيادتك ملتاعة، بنتك متوفية عندها سنوات، توفيت وقت اللي هي حامل. فما كلام يدور ويقول انه بين ظفرين ربما زوجها اعطاها دواء لاجهاضها او ما الى ذلك، لكن سيادتك عندك معطيات اخرى، واليوم تحب توصل صوتك وتحب تحكي قصة بنتك وكيفاش توفت، وخاصة تريدين الكشف عن ملابسات كل هذه القضية حتى القانون ياخذ مجراه، وحتى اللي يعمل حاجة يتحاسب قدام القانون في محكمة الدنيا قبل محكمة الآخرة كما نقولوا احنا. واعطيتني بعض المؤشرات، قلت لك انا لماذا سيقدم الزوج مثلا على قتل زوجته؟ قلت لي راهو مثلا هي عندها تأمين على الحياة، علاش عاملة تأمين على الحياة وهي وقتها في الوقت هذاك صغيرة في العمر، راهو ماخذة مجموعة من القروض عطاتهم لزوجها، وعديد نقاط الاستفهام اللي تطرح نفسها بنفسها. ابدا لي ساعة المرة الأولى بالكل عرفني بروحك. طبعا التعريف هذايا الاسم واللقب باش نحجبوه بطبيعتنا خاطر باش نغطيو لك وجهك، لكن عرفنا بروحك. انا كيف ما قلت لك توكي تظهر حاجه جديده تو نوريك وجهي ونعرفك. انت تعرف كل حاجه كل كلمه باش نقولها انا مسؤوله عليها. انا بنتي توفيت وفاه غامض، والمتهم فيه هو زوجها راه مش وحده، مع عائلته، على خاطر لقاو بنتي عملت له الاوراق اللي مولوده لبرا وتخدم وتعطي فيه، معناها خذت له 3 قروض. انت شفت الاوراق وخذت بنتك مولوده في الخارج في الخارج تعرفت على تونس. عملت له الاوراق في المانيا، هي عملت له الاوراق، خذت له قروض، عمل لها تامين على الحياه. هو عنده قبل عنده وحده، احنا ما في بالناش، احنا عنده صاحب، فهمتني؟ في بالناش قال لها ما تجيبش الصغار الا بعد 3 سنين. وهو متزوج، انا متزوج ببنتي مش بالمراه الاخرى، صاحبه الاخرى. بنتي مشيت معناها خذا سمعت كلامه، اما بعد 3 سنين ولا يبتز فيها، يقعد يسر على البيسي. كي دخلت تلقاه معنق الاخرى نحات بنتي البيلول، مع نحات تعمل على الحمل وحبلت. مشيت للجينيكولوج بعد بنهارين صارت البنت لبس عليها، قريت الملف الطبي لبس عليها، بعد بنهارين بنتي في بالنا اللي هي وعكه صحيه. هزتها صاحبتها للكلينيك، احمرار في الحنجره والبلعوم، حبوب في بدنها، تيبس في الرقبه والبدن، وسخانه عاليه. ومن بعد بنتي معناها ولا مات الجنين قبل، وبعد بنتي هي دخلت في الكوما، معناها قصور. حامل في شهرها الثاني في السابع اسبوع. الشهر الثاني. بعد شافوا اللي قصور في الكبد وفي الريه وفي الكلى، حصيلوا الاورجان كلها فيها قصور. شنو صار لها بالضبط؟ وبنتي رقدوها وبداو يغسلوا في الدم، على خاطر عرفوا اللي فما حاجه في الدم هذا اللي لقاو حاجه في الدم، مش متاكدين منها شنية هي بالضبط، فما حاجه، فهمتني؟ حسب التقرير ماده مجهوله اللي موجوده في دم. توفيت بنتي واحنا كنا تحت الصدمه. انا نعيش مع الناس هذوما، معناها كي نجي لتونس انا وبناتي ضيفونا نضيفوهم، عايشين بالقدا مع بعضنا، ما عندناش حتى مشكله. العائلات الاثنين. ولدها بعد ما توفيت بنتي انا غاضني، معناها ترمل وهو صغير، معناها قعد يجيني 7 اشهر، معناها 7 اشهر، فهمتني؟ ومن بعد وليت نسمع من الناس ماتت مش نورمال، ماتت ندري شنيا ما، وراو كان يستغل فيها. ووقت اللي ماتت هي غاديك الانسان كي يموت يبعثوا له، كي يبدا مسال يبعثوا له البنوك اش عنده. بديت نشوف نكتشف اللي بنتي ماخذه قروض، ما في باليش. بنتي عامله لها تامين حياه، ووقت اللي هي تموت هو ياخذهم.
انا ما في باليش، فهمتني؟ خذيت له 2 هكتارات، خذيت له بيام، فهمتني؟ وهو يخدم 3 ايام في الجمعه، وصاحب سوابق، لقيناه صاحب سوابق. انا وقت قدمت شكايه المره الاولى وقاضي التحقيق الله يرحم والديره وكتب وعداها لدائره الاتهام وتعديت للابتدائيه للمحكمه الابتدائيه، لكن هو كان في حاله فرار من وقت اللي قاضي التحقيق، يعني في وقت قاضي التحقيق عنده الملف وما جاش الجلسه الاولى، جاي الجلسه الثانيه والثالثه ويلقى عنده قضيه في الخانه. انت كي لقيت عنده قضيه في الخانه هاو يستغل في النساء هذا، هكا ولا ليه؟ صحيح ولا ليه؟ تحكم عليه بعدم سماع الدعوه، فهمتني؟ هذا راهو 2017. انا ديما نقول القضاء. بنتك وقتاش توفات؟ انا بنتي توفات 2010 27 فبراير 2010، شهر بنتي، شهر قعدت تتصارع مع الموت. به وفاة امرأة تبلغ في الوقت هذاك من العمر تقريبا 26 سنة و7 أشهر، حامل في شهرها الثاني، توفات بعد ظهور مادة ما هيش سامة لكنها مادة غريبة في دمها، جرثومية، مادة جرثومية غريبة. الأطباء في ألمانيا ما عرفوش المادة هذه، أنا قرأت التقرير مش معروفة المادة هذه لدى الأطباء لا في ألمانيا ولا في تونس. رغم هذا أنت عندك مجموعة من نقاط الاستفهام اللي يخليوك لليوم تجري على حق بنتك وتتصور أنه قاع تصفيتها. علاش؟ لأنه مثلا زوجها رفض التشريح، دفنت المرأة هذه وسرعت جبين، دفنت دون القيام بالتشريح، دفنت دون أن يتم معرفة شنو المادة بالضبط اللي موجودة في دمها، شنو هي المادة هذه اللي تسببت لها في احمرار على مستوى الحلق والصدر والأضرار اللي صارت لها واللي فسرتها لنا سيادتك الكل. أيضا تسائلت وما كنتش تعرف فما عدة نقاط أخرين، بنتك عاملة تأمين على المرض، علاش زوجها حسب كلامك انت وروايتك انت قلت قاعد يستغل فيها وخذت له 2 قروض وشريت له 2 هكتارات في تونس، ومن بعد اتضح لك بعد ما توفيت بنتك انه كان على علاقة مع امرأة أخرى وقت اللي كان متزوج ببنتك. النقاط هذوما الكل خلوك انت كأم تشك انه بنتك الوفاه نتاعها هي غير طبيعيه. توجهت للقضاء التونسي واستجابوا لك، ويظهر لي خرجوا المتوفاه من قبرها الله يرحمها بعد 1.5 سنة كامله وعملوا لها التشريح. احكي لنا شنو اللي صار. ايه عملوا التشريح. انا الحقيقه الدكتور حمدون الله يرحم والديه قال لي انا لقيت بنتك مجرثمه بصراحه، ما يعني مرأة متوفية عندها 1.5 عام ما طلع منها شيء. انت عندك السر وعندك باش قتلوا بنتك. اي باش قتلوا، انا ما نقولش لان كيكه تولي العباد تقتل في بعض. احنا ماناش باش نشجعوا الناس على القيام بتصفيات باش ما يخليوش اثر وراهم. انت قول لنا واحنا هاو زميلاتنا في المونتاج يسمعوا فينا تو يحطوا تيت على كلامك. اي انا يقولوا اللي قالوا اللي هو انا هو اللي قال تطبيق عليه خاطر ديما تلعب على الكلام. فهمت؟ اي هذا هو. هذه قالوا هما ما عرفوهاش شنو هي، ما هو كي قالها سالته هو قال لي ما خاطر ديما تلعب على الكلام. فهمتني؟ ايه انا بالنسبه لي انا راهو مش شاكه، انا متأكدة اللي هما قاتلين بنتي ومش واحد وزيادة. الأم اللي تستر على ولدها واللي طلبت مني وقت اللي أنا تحت الصدمة وقالت لي خرجوها من دارنا باش توري الناس اللي معناها باش توري الناس اللي هي خرجت من دارنا وما فما شيء. فهمت؟ خرجت شبيني أنا ما عنديش نخرج بنتي هكا ولا ليه؟ وخوه اللي مطردته مرته جاي يسكن عند خوه ويقول لبنتي ما تقعدش معانا، يا أخي قاعدة مع 2 رجال برا، امشي لبيت النوم توكي تبدا حاجتك بحاجه نجيبوها لك. شنو هي معناه؟ اخي مراه في دار، فهمتني؟ قل لها خوها كيكه. ولا المراه هذه اللي متعرف على راجل معرس ينظر قبل بنتي في وقت بنتي، انا ما نعرفش، انا ما نعرفهاش هذيا شنو هي حكايتها. خاطر يقعدوا يحبوا يمشيوها لبيت النوم باش يقعدوا هما يتشاطيوا مع النساء. فهمت؟ هذا هي ساعات راهو يطردوها من الدار تمشي لدار خوه. دار خوه انا كي سالتها مرت خوه قلت لها تجي على ساقيها يمكن 3 كيلومتر بعيده. قالت لي ليه راهي تجيبي البسكليت في الوقت اللي هي شريته كرهبه.
قالت لي تجي تبكي تبكي وتمشي، وانا ما في باليش. الام اللي ما خلتنيش انا نفطن بنتي شنو اللي بيه، فهمتني؟ انا مراه نخدم، خدماني راهي نتاع خدمه مش تاع واحد باش يقعد. انا كبرتهم اولادي وقت اللي عرسوا، كل واحد كانها معناها باش تقول ولا ما تقولش، هي حره هكا ولا ليه، انا ما نتدخلش. ومن بعد تولي تقول امي كانت سبب في خربان داري ولا حاجه هكا ولا ليه. خلي كل واحد من كبر. المفارقات العجيبه انه سيادتك شديد صحيح انه بنتك وفاتها غير طبيعيه، توجهت للقضاء التونسي لانه تم دفنها في تونس واستجابوا لك وجبدوا الجثه يعني من المقبره بعد سنه ونصف، لقاوا الاعضاء ما زالت سليمه لم تتحلل. حتى المعده قال لك فارغه، حتى المعده المعده ما فيهاش عظم، هي الحمل يلقاوها قال لك المعده فارغه عندي في الملف فارغه، يعني ما فيهاش ماكله ولا سوء حاجه معناها. الطبيب التونسي شنو قال لك؟ والله قال انا جبتوا لي جثه مجرثمه معناها. يا اخي الانسان كي يموت ما هو قاعد يتجرثم ويمكن من الماده هذيك الله اعلم. علاش كي توفات ما عملتولهاش تشريح بالوقت؟ ما هو الراجل هو اللي هما فاميليا، انا ما ندخلش، ما عنديش حق باش ندخل، هما فاميليا. هو في يده الرابط، في سرع فيها مرويحه لتونس وقال لهم ليه ما نعملش التشريح. علاش؟ وانا كي هددني راهو انا مشيت شكيت به غاديك اللي هو هددني معناها كي قلت له راه باش نهز الملف الخبير باش الملف نتاع بنتي نهزو الخبير. قال لي باهي هاني معاك، انا 7 اشهر ويمشي عليا ويجي ونفرح بيه وغايبني اللي هو صغير وترمل. لكن نهارتها ممكن مع 3 ل 4 متاع الصباح عمل لي تليفون قال لي تهز الملف انا نحرق لك دارك ونهبلك. عرفت اللي هو قاتل بنتي، فهمتني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا وقتها مشيت شكيت بيه غاديك. طب بالنسبه شكيت بيه هما كي جاو يشوفوا البوليسيه غاديك ما لقاوش بنتي محطوطه من المتوفين. الكلينيك ما علمش عليه، ما علمش اللي هي فما خاطر غاديك عندهم سيستيم اللي توفيو صغار كلهم يهبطوهم اللي انا هما اللي توفيو كل يوم باش وكيل الجمهوريه غاديك يقول لهم نشرحوا ولا لا، عملوا تشريح ولا لا. احنا ما لقيناش بنتي معموله، هذيك خدمه البوليسيه هما والكلينيك. انا ما شكيتش بالكلينيك، انا شكيت بنسيبي. قلت انا نقول اللي هو علاش قال لي هددني خاطر حبيت نهز الملف. هما قالوا لي راهو لهنا تشكي نعاقبوك. علاش نشكي؟ على خاطر ما تنجمش تشكي وانت ما عندك الجثه، امشي لتونس، فهمت؟ اما ما قالوليش مثلا هو تشكي به نعاقبوك خاطر باري. ما قالوا لي خاطر ما فماش جثه ما فماش قضيه، ما غير ما نقلق العداله عنده. فهمت هذا ولا كيفاش؟ اي انا قلت لك وقت اللي تعديت للابتدائي حكم عليه عدم سماع الدعوه. تو انا القضيه من 2012 ولا قديه، كملت القضيه مثلا 2017. 2017 انا المحاميه نتاعي استنفتها، عملت استئناف. في الاستئناف عداو 4 جلسات وهما يلوجوا على ملف النيابه. في الوقت اللي انا شفت بعيني الكاتبه نتاع المحاميه خذيته من النيابه وهزته للاستئناف. شنو تحب تقول بالضبط؟ الملف نتاع النيابه ما لقاوهش، ياما البنيه هذيك ما عطاتوش خاطر شفتها انا مكتوب معناها مكتوب على البابي كرافت هذيك اللي يمشي للاستئناف. ما لقيناش. يا اخي انا مواطنه لازمني نستئنف ولازمني نعقب هكا ولا لا؟ انا لا تعدى الاستئناف على خاطر مع النيابه ما هما المحكمه تقول ترفضت شكلا والمحاميه تقول لي لا مشي من المحكمه الدوسي. بعد مجموعه المعطيات اللي لميتها سيادتك كيفاش تقول انت بنتك توفيت؟ شنو السيناريو اللي انت متاكده منه؟ انا بنتي عطاوها حاجه باش تموت بالشويه بالشويه اللي هو كونها مرضت، يعني مش ما تقتل فيسع اللي هو باش يظهر اللي هو جريمه، فهمتني؟ انا قلت لك انا في بالنا قلنا وعكه صحيه وتوقفوا حتى بنتي كل يوم تزيد سوء. وشنو اللي يخليك تشك او تتاكد انه زوجها هو الفاعل؟ هي مادامو عنده امراه ومادامو الفلوس هذيك كلها اللي خذاها
والام اللي تستر عليه وعرضت عليا باش نخرج بنتي من دار باش الجيران يشوفوا لي احنا سمنا على العسل. صحيح ولا لا؟ همت هذا كله شنيا؟ همت ايه شنيا هذاك؟ ايه انا قلت لك انا توا انا من 2018 عديت الوقت. توفيت وهي حبلة. طاح الصغير قبل وبعد دخلوا خاطر حبلة خافوا على الجنين ما حبوش يعطيوها دواء حتى لينا المادة ذيك مشيت دنا. وقت اللي طاحت في الكوما ولا غسلين الدم وليت معناها ولا في تعرف انت واحد سو ماشي فهمتني؟ اكيد جدا. هو الطب الالماني وقت اللي توفيت عندهم غادي في الصحه ثم تقرير نهائي قبل ما يتم نقل الجثه من المانيا لتونس قصد دفنها. انا خذيت التقرير فهمت. تو هو كل شيء تضرب يعني هما كيف يشوفوا الكبده تمست يقول لك لازم هيباتيت وهو لا ما فماش. كي يشوفوا مثلا انك الغدد الليمفاويه اللي تدافع على بدننا خاطر المراه حبله ما عندهاش مناعه يقولوا لازم كونسير فهمت. هو ذوما كلهم ما همش هما. انا عندي اللي كل شيء معناها صار فيه قصور. شنو قالوا؟ ما عندها حتى شيء بنتي. عندها قلت لك انا التسمم الجرثومي هذا شوك سبتيك. انا شفت في التقرير انه توفيت بماده مجهوله وغير معروفه حتى للاطباء. اي هاني قلت لك انا قلت لك بنتي الاطباء عجزوا. لكن كيفاش التقرير فيه انه توفيت بماده مجهوله وغير معروفه ويسمح بدفنها دون تشخيص؟ اي هاكا هما مشاو لهم عاد الشرطه قالوا لهم كيفاش عطيتوه. تسكر راهو الكلينيك تسمع فيا تسكر وعندي تصاور انا نمشي للكلينيك 2017 2018 تسكر ما نعرفش عاد علاش انا هذيك ما ندخلش فيه فهمتني. مسكر الله اعلم نقلوا هما سكروه لهم على خاطر ما هبطوا الاوراق والاذن بالدفن شكون خدم؟ هنا ذاكم ما يجيو تجي هي فما باسبورات نتاع الموتى هذيك سبيسيال يعملوهم لكل ميت وفما معناها يذنوا بالدفن جي من حاجات من القنصليه هي اللي تذبح. وين وصلت القضيه توفيق؟ انا القضيه عودت عريضه. انا قلت لك فتك بالحديث ريت انا القضيه كي تسكرت معناها وما لقيناش ملف هذاك الملف نتاع النيابه. انا حبيت نعاود نعملها على الحق الشخصي وتهمت فيها اللي هذوما اللي هما مع بنتي هكا ولا ليه. وطلبي اولا الطب عندي انا باش مشيت الحاله عندي ملف طبي الحاله اللي خرجت بنتي بها من الدار فهمتني. هذيك عطيته انا الحمدون باش الدكتور حمدون باش يكتبوا في التقرير الثالث ونعطيه 3 تقارير. نلقى التقرير حاضر قال لي هذا تاخذه وذاك تعمل لي فيه اذن على عريضه. مشيت عملت 4 اذون وكلهم ترفضوا واعطاني انا التقرير الثالث فهمتني وقال لي هذاك تعمل لي فيه اذن على العريضه. خلينا من الاجراءات هذه الكل. القضيه وين وصلت؟ توا القضيه انا نمشي عندها عام ونصف الديه اللي قلت لك عليه. مشيت ديما نفقد الإعلامية مرات تقول لي في النيابة مرات مشيت للإدارة الفرعية معناها مقاومة الإجرام في الجرجاني وعاودوا رجعوا مشيت للجرجاني قلت لهم تحبوش بحث تحبوش حاجة هاو تليفوني باش كان فما حاجة الجرجاني قالوا لي ليه راح حتى مرة ثانية يبعثوا للجرجاني. أنا نطلب من الجرجاني باش ياخذوا بحث جدي في القضية فهمت. هذوما رمزوز أرواح فهمت وراه مش كيما المره الاولى كيف ما تجبدت كيما توا راه فما برشا حكايات وفما برشا حاجات جديده معطيات جديده. انا نطلب منهم بكل لطف ونطلب من النيابه باش انا ترجعني نعمل القضيه لبنتي. انا نطلب كل مسؤول وكل شريف وكل هو مع المظلوم باش يقوم لي بقضيه بنتي معناها باش نطلع حق بنتي. راهم زوز من الناس ملي كانت فرحه وبنتي حامل صبحنا كلنا انا وعائلتي راهو انا راني ارمله وربيت 3 بنات ربيت 3 بنات وفي مش حتى في تونس في الخارج وكبرتهم وتخرجوا وبعد يجي واحد يتعدى عليا اللي هو صاحب سوابق. صحيح ولا ليه؟ هاك قريت انت الملف كذبتش في حاجه.